12 نفر أي ما يكون. أي الماكل من أجل أي 12 نفر شوف. أي ولا حاجة. شوف 12 نفر هذا في أيام رمضان ها. هذا الماكل ومشرب حق هذا الأشخاص. وأنا معي ولا حاجة. أنا مريضة عندي حالات والله العظيم عندي حالات إني مريضة. ما أجد ولا أستاجد. قدر الآن في منزلها وهذه المرأة ولا أجد ولا حاجة. ولا أجد ولا شيء. أنا معي أطفال أأولهم لم شبرز القرية وأجري وأشور وأوكلهم. الظروف عندك صعبة. أيوة الظروف عندي صعبة. البيت خربان. والبيت خربان. المنزل. المنزل خربان ولا فرش ولا دعاية ولا. وأنا عندي أكياس ضرورة مريضة. وعندها حالة مرضية صح؟ أيوة حالة مرضية. كم من الأولاد الأطفال؟ الأطفال منهم 10. 10. وأنا ما أقول ولا حاجة ولا يقول النيش لمش أقوم في القرية وأبرز وأقوم وأنفع ما أكلش نوعية. في اليوم تحصلين قوت يومك ولا ما تحصلينش؟ بعد الحين حصل بعد الحين ما حصلش. يرقدون طواكلية؟ أيوة. كشمي مويه أيوة أنا لا أجد ولا أستاجد لا ذهب ولا ذهب. منظمات تمشي في كل مكان وأنا ما أستلم. محرومة من جميع الحالات. محروم من جميع الحالات ما أستلم ولا حاجة. لا حول ولا قوة ولا حد. أيوة. ولا أي واحد ولا صديق ولا رفيق بأي حاجة. ولا واحد. لا صديق ولا رفيق ولا واحد. حالي حال نفسي وابني. بس اليوم التاريخ. وأرم الله لا أجد ولا أستاجد مع أطفالي. ما أيلو ولا حاجة. هذا التاريخ 2025 نرجو من البرنامج. أنا عندي أحياء عندي حالة ضرورة. في شهر رمضان 19 2025 شهر 3. ماشي. شوف والله يحفظكم ويرعاكم تعالى. وهذه أم البنت التي هي في الداخل عندها ولادة ولا تجد إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن ننشد هذا الأطفال الذين نائمين على هذا الجدار لا معهم كرسي يرقدون عليه ولا معهم مأوى إلى الله سبحانه وتعالى. ما يرقدون على هذه البلاء. أنت زوجك متوفي كم له؟ 2 سنين. والأولاد ضلاء ليش يناموا؟ لا بطانيات ولا فرش ولا حاجة ينامون كذي في الأرض؟ ما نشتري. ما بيش لا تقدرون تشترون ولا حاجة. كيف القوت والمعاش والمأسى مع هذا الأطفال مين يأكلون يشربون؟ أنا ربي. ها؟ أنا ربي. حين يقع لهم أكل ما حين ما يقع لهم حين ما يقعش. وهذا أشوفها أنا زايدة شديدة لأن أنا من الآن أشاهد على منظري على هذه الرقدة في الأرض مساكين. شوف هذا يتابر لأنه ما معهم أي حاجة يقولون عليه. ونناشد من إخواننا في الخارج والداخل لمعاناة هذه الأسرة الذي نشاهدها في هذه الساعة. ونناشد من كان يسمع هذه البرنامج ومن يستمع لهذه الأسرة تنشدكم بالمساعدة معهم والرفق على أحوالكم الذين نشوفهم بالآن.